بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. احنا الحلقة دي هنتكلم عن موضوع من أهم المواضيع اللي ممكن نتكلم عنها، وحقيقي يعني احنا يعني شخصيا انا متوتره شويه كمان، بس حاسه ان احنا لازم نتكلم في التوبيك ده. يعني هنتكلم عن الحجاب، وحاسه ان احنا كبنات، يعني بما ان احنا يعني بنستهدف البنات في البودكاست ده، واحنا شخصيا بنات، بس انا عمري ما سمعت حد بيتكلم من وجهة نظر حاسه ان انا فاهماها او هو فاهمني، او انا اقدر اقول ايه ده، الشخص ده فعلا عدى بالمواقف اللي انا عديت بيها مع الحجاب، وفاهم قد ايه الاختبار ده صعب. اختبار بنمر بيه كل يوم الصبح لما نصحى واحنا بنلبس. دايما بقعد افكر ان ازاي ده اختبار زي الصلاة كده، اللي هو معانا لحد ما نموت، لحد اخر يوم في عمرنا. كل يوم بنختبر الاختبار ده. وسبحان الله بحس انه يعني كل الحلقات اللي فاتت اللي احنا اتكلمنا عنها بتوصلنا للنقطة اللي احنا فيها دي، من اهم الاختبارات والامتحانات اللي ربنا حطها لنا كبنات. كل اللي فات ده هتلاقوه ان هو مهم نعرفه علشان نوصل للحجاب. ازاي لو واحدة فينا في غفلة مثلا، هتبقى مش عارفة اصلا ان الحجاب ده فرض، او مش عارفة اهمية الحجاب، او مش عارفة قد ايه الحجاب ممكن يعني يأثر فيها وفي دينها في شخصيتها. ليه لازم نبقى قريبين قوي من القرآن عشان نفهم ليه الحجاب فرض، ونفهم ازاي هو فرض، ونفهم الحكمة من وراء الحجاب. ليه المفروض ان احنا نعرف الجنة، وان احنا نحب الجنة علشان نستحمل الحجاب، عشان هو فعلا صعب. ليه الصحبة مهمة في حياتنا، علشان الحجاب بتاعنا بيتأثر بالصحبة. من أهم الحاجات اللي أنا بحس إنها بتأثر على حجابي هي فعلا الدايرة اللي أنا ببقى فيها، وإزاي الخروج اللي أنا نازلاها دي، عارفة الناس اللي رايحاها نظرتها للحجاب بطريقة معينة، وده بيشجع أو يعني بيبعدني. فحاسة إن دي حلقة مهمة أوي إن احنا نتكلم في الموضوع ده فيها، وإن احنا بقى يعني نحاول نلينك الحاجات اللي فاتت بيه. فحاسه ان انا ممكن ابدا بسؤال كده. اكيد كلنا سالنا نفسنا السؤال ده في وقت ما، يعني عايزه اسال ليه الحجاب اللي هو حاجه صعبه قوي كده وحاجه مستمره معانا كده، ليه هو اصلا فرض علينا؟ وليه فرض علينا احنا كبنات بس؟ يعني ليه ما ينفعش رجاله تتحجب مثلا؟ بس ليه فعلا، يعني ليه ربنا امرنا بالحجاب؟ وليه هو حاجه كبيره قوي كده في الدين؟ بحس ان الحجاب ده يعني اول ما بنت تقرر انها تلتزم مثلا، هو الحجاب اول حاجه بناخدها. اول ما بنت بتقرر انها تتوب بتحسن حجابها، عشان هو حاجه كبيره قوي، حاجه مهمه قوي. فليه ده فرض؟ ليه لازم امر بالامتحان ده؟ وليه الموضوع لازم يبقى صعب قوي كده عليا؟ انا عامه كنت دايما بسال نفسي السؤال ده فعلا. يعني كنت بقعد زمان بقى اقعد اقول لنفسي، مع اني كنت محجبه عادي، بس بقعد اسال نفسي ليه لازم البنات هي اللي تتحجب؟ يعني ليه في الاختبار ده علينا وبيبقى بالصعوبه دي، وهو مش على الولاد مثلا؟ يعني ليه لازم البنات تتحجب؟ كنت بسال نفسي السؤال ده كتير جدا. ولما كنت بقعد ادور على الاجابه كنت بحس اللي هو الموضوع مقنع جدا. يعني مبدئيا لازم نكون كبنات عارفين ان الشهوة الأساسية عند البنات هي الزينة وإظهار الزينة، إن احنا نبقى عايزين نبان شكلنا حلو. ربنا عز وجل خلق المخلوقات كلها في حاجات فطرية جواهم علشان ما ينقرضوش، ففي حاجات علشان بس يفضلوا على قيد الحياة حرفيا. واحدة منهم إنه لازم يبقوا في حاجة مخليهم عايزين يتجوزوا ويتناسلوا وكده، وإلا هننقرض هنخلص. فمن الحاجات دي إن ربنا عز وجل خلق الست جميلة وفيها جمال وعايزة تبين الجمال ده، والراجل بيحب يشوف الجمال ده وبيبقى بينجذب من الجمال ده. فربنا حط الشهوة دي في الست والشهوة دي في الراجل. وفي شهوات تانية كتير في البشر، زي مثلا شهوة الجوع، ان احنا بنبقى عايزين ناكل، عشان لو ما فيش الشهوة دي محدش هياكل فممكن نموت. فنفس الحاجة في الشهوة التانية دي. فربنا بقى قال للست والراجل يتحكموا في الشهوة دي، مش هنفتحها كده ونسيبها الشهوة تسوقنا، لازم احنا نتحكم فيها. فالست مطالبة انها تتحكم في شهوة ان هي عايزة تبان جميلة دي، مش كل الناس يشوفوها جميلة طول الوقت. يعني تتحكم بقى بحيث الموضوع ما يضرهاش وما يضرش المجتمع. ونفس الحاجة الراجل، هو عايز يشوف جمال، لا مش أي حد يشوف جماله، بيشوف جمال حد معين.
فهي نفس الفكره بقى، علشان دي الشهوه الاساسيه عند البنت، هي مطالبه تغطي جمالها وتلبس حجاب، بس عندها برضو حكم تاني او يعني فرض تاني انها تغض البصر لو في فتنه. والعكس عند الراجل الهدف الاساسي او الفرض الاساسي ان هو يغض البصر، وبرضو في حجاب لازم يتلبس، ولو في فتنه يغطي برضو نفسه. حجاب الراجل ايه؟ حجاب الراجل بقى اللي هو من السره للركبه كلنا عارفينه، بس وحجاب الست ايه؟ علشان هو بقى ده الشهوه الاساسيه عند البنت، وهي فيها جمال اكتر، فهي مطالبه انها تغطي جسمها كله. فعشان كده هو الأحكام في الدين هي مش اللي هي خبط لزق كلها نفس الحاجة على كل الناس بتصير بنفس الطريقة، لأ، حسب الشخص مين وفين في المجتمع، وفي حاجات كتير قوي بتخلي في اختلافات في الأحكام. يعني مثلا في شرعا في أحكام بتنزل على الإنسان. زمان مثلا كان في عبيد، لو هو حر الأحكام عليه غير لو هو عبد، ونفس الحاجة لو هي ست الأحكام عليها غير لو هي راجل، لو هو شخص كبير غير لو هو شخص لسه ما بلغش. يعني قصدي في يعني في أحكام مختلفة حسب مكانة الشخص كمان في المجتمع. لو عليه فلوس زيادة أكتر مش عارفة ايه هيدفع زكاة، بس لو أقل من كذا مش هيدفع. الأحكام بتبقى على حسب حاجات معينة. فالحاجات دي كلها بتجيب إنه الصلاح للمجتمع. عارفين دايما بيبقى فيه الكوت اللي هي equity مش equality، العدل التام، اللي هو أنا هدي كل حد زي بعض، بس طب ما ده عنده غير ده، لا احنا المفروض ندي كل واحد يعني حاجات مختلفة عشان يوصلوا لنفس الحاجة على حسب احتياجاته. بالظبط. فهي دي بس إجابة السؤال. أنا كنت بسأل نفسي كده من ليه لازم البنت تحجب؟ علشان احنا الحجاب صعب علينا. الحجاب أصلا مش صعب على الرجال، يعني هم لو كانوا مطلوبين هم يغطوا شعرهم مش فارق معاهم، هم ما عندهمش أصلا الشهوة بتاعت إظهار الزينة. وده على فكرة سهل جدا ان احنا نقيسه لما مثلا بنبص على الافلام وعلى التسويق بيتعمل ازاي وكده. دايما الستات بيتلعب على الشهوة دي علشان نشتري برودكتس معينة. دايما الحاجة التسويقية اللي بيدخلوا بيها انه انتي محتاجة يبقى شكلك احلى فاشتري كذا. الرجالة بتبقى الحاجة اللي بيسوقوا بيها الست، حاجة مأساوية على فكرة، حاجة مأساوية، بس هو ده الحقيقة. يعني ده لما الشهوة بتبقى مش تحت السيطرة والناس بتستغلها فبتبدأ تبيع بيها. فده ليه الحجاب فرض علينا؟ علشان هي دي شهوتنا، هو ده اختبارنا. احنا في الاخر فاكرين لما اتكلمنا انه الدنيا احنا اصلا اتخلقنا علشان نختبر وربنا يبتلينا، فهو ربنا حط جوانا حب الزينة بعدين قال لنا تحكمي بقى فيها. على فكرة مفيش مشكلة خالص ان البنت تحط ميك اب وانها تبقى شكلها امور وتلبس مش عارفة ايه، بس مش قدام رجالة في الشارع راندم. يعني هي المشكلة مش في التزين بس. ربنا بيقول لنا لا، ملوش حق الراجل اللي واقف هنا ده في الشارع ان هو يشوف جمالك او يشوفك وانتي احلى حاجة، لا، هو محتاج يشوف يعني حدود معينة. اكتر من كده انت بتديله حق مش من حقه اصلا، او بتديله حاجة قصدي مش من حقه بس. طب انا بحس انه يعني مقارنة برضه انا ما كنتش عايشة زمان، بس يعني بحس ان مقارنة بزمان دلوقتي الموضوع بقى اصعب. يعني بحس انه ماشي اوكي ده فرض وربنا حط فينا الشهوة دي، بس ليه مثلا ربنا ما سهلهاش علينا؟ انه يعني بحس ان الاوضاع او الاحوال المجتمعية دلوقتي في حياتنا مش يعني مش بتأهل بني ادم ان هو يعني ياخد الخطوة دي بسهولة. فليه اختبار صعب قوي كده؟ يعني بحس مثلا الصلاة والصيام وكل ده بالنسبة لي اسهل. يعني ممكن يبقى صعب على الناس، بس انا بالنسبة لي الحجاب ده حاجة صعبة قوي قوي بزيادة بقى، اللي هو especially بقى في الوقت او خصوصا في الوقت اللي احنا فيه ده. فليه ربنا خلى الامتحان ده صعب قوي كده؟ هو لازم نبقى مدركين ان احنا دلوقتي في زمن فتن، فهو احنا في الزمن احنا خلاص. يعني علامات يوم القيامة كتير من يعني ظهر من العلامات الصغرى تقريبا بقى واحدة او حاجة كده، واحنا في زمن الفتن. فهو في فتن زيادة بتنتشر دلوقتي، سبحان الله من حكمة ربنا ان في فتن كتير، لان الصبر عليها اجره كبير جدا. زمان مثلا ايام الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم كانوا ممكن عشان هم حوالين الرسول مفيش فتن كتير كده، بس في فتن مختلفة وفي أجر عظيم إن هم أصلا حوالين الرسول وبيعملوا جهاد بقى وفتوحات وحاجات كبيرة قوي يقدروا يوصلوا بيها للفردوس الأعلى. فإحنا هنوصل إزاي الفردوس الأعلى وإحنا ما عندناش أصلا الفرص اللي كانت عندهم؟ بالصبر على الفتن دي والصبر على الابتلاءات دي والصبر على المعصية والصبر على الطاعة. الحاجات دي كلها لما نصبر عليها ربنا عز وجل بيقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يعني تخيلوا إن إحنا لما نصبر على الطاعة دي اللي هي صعبة قوي كده يبقى أجرنا كبير، لأن ربنا حط فينا إن الصبر عليها يبقى صعب. فاللي بيصبر ده ربنا يجازيه بان هو يبقى يعني الاجر بتاعه عظيم يوم القيامه وفي الجنه ان شاء الله. فالصبر على حاجه صعبه كده حاجه كويسه. يعني انا ممكن دلوقتي لو انا محجبه دلوقتي ببقى باخد اجر اكتر من حد محجب في زمن كان ما فيش فيه فتن، صح؟ اكيد. اللي انتوا بتقولوه ده كان في حديث الرسول بيقول عليه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي زمان على أمتي القابض على دينه كالقابض على جمرة من النار. فالصعوبة دي هو الرسول يعني
ضرب بيها المثل فكرة ان حد ماسك جمرة من النار، اللي هو اصلا محدش يعرف يعني يمسك مثلا شمعة ويحط ايده فوقها، مستحيل، ما يقدرش اصلا يستعمل حاجة زي دي. وده اصلا من عظم الابتلاء، فكرة ان اصلا الحجاب ده في الزمن ده بالذات، يعني مثلا لو رجعنا 10 سنين لورا الفتن دي كلها ما كانتش موجودة اصلا، كان في حاجات عيب اصلا، اللي هو يعني حتى مثلا كنا ساعتها الناس عادي بتلبس متزينة، مش لازم يبقوا لابسين الحجاب، بس كان لبسهم حتى محتشم، كان في احترام. بس دلوقتي الموضوع بقى مفتوح جدا لدرجة ان هو ما بقاش فيه حدود، ما بقاش فيه فكرة اللي هو الناس هتبصلي زي فكرة ان انا حرة، وده عكس اصلا العبودية، فكرة ان انا حرة. لا، انا مش حرة، انا المفروض ان انا عبد، ومفروض ان انا ربنا حاطط لي قواعد وشروط وحدود ليا انا. فكرة لما انا احفظ جسمي وان انا استر بدني وزينتي وجمالي، ده في قمة الرقي، في قمة انها تحافظ على المجتمع. فكرة ان انا مصونة، هو ربنا بيحاول يصون المرأة قدر المستطاع. عشان كده دايما اللي هم ضد الاسلام وكده دايما شايفين لا انتوا بقى الست عندكم في الاسلام مضطهدة وانتوا جايين عليها ودايما بتغطوها ومش عارف ايه، مع ان احنا اصلا يعني المحتشمات والمحجبات واللي لابسين حجاب شرعي بحس ان دول اكتر ناس حرة، عشان هما مش حاسين بالتهضم، ما حاسين ان هما بيعملوا كل حاجة صح، كل حاجة في لليفل العبودية اللي ربنا يستحقها من العبد يعني. فعشان كده من اهم الحاجات فكرة ان الواحد اصلا يتعلم يقرب لربنا، علشان ده بجد هيفتح له ابواب كتير قوي ان هو يعرف يقرب. يعني مثلا انا مثلا كنت في الاول بستصعب قوي ان انا اخرج من غير ما البس بنطلون، يعني الموضوع جدا تقيل عليا، وكان الشيطان بقى بيزينهولي اللي هو ده اريح، يعني ده عملي اكتر، ده اللي هو بقى المصطلحات اللي احنا الدارجه وسط المجتمع، اللي هو ده اريح، ده اشيك، ده بيخلي الطقم احلى. زي مثلا البنت اللي مش محجبه، اللي هو كلنا حتى كمحجبات لما بنلبس الطقم كله من غير ما نلبس الحجاب بيبقى شكله تحفه، لما نيجي نلبس حجاب نحس بقى يا ايه القرف ده، اللي هو لا انا نفسي بجد، الله شعري حلو قوي على الطقم ده ناقصه شعري. فهو الشيطان بقى بيخش في السكه دي. وكمان بحس اكتر شخص بيقع قوي في الفتنه دي الشخص اللي مش قريب لربنا. عشان كده كل الحلقات اللي فاتت كلها كنا بنبني زي بناء كده للإيمان، اللي هو فكرة ان احنا في الأول بنتكلم عن الغفلة، اللي هو أصلا فكرة ان حد أساسا هو مش عارف ان هو في حاجة غلط، ان هو غافل وبعيد قوي عن السكة دي. وبعدها قعدنا نبقى اللي هو نتكلم عن حاجات أساسية جدا في الدين عندنا، مثلا الصلاة، القرآن، الجنة أكبر تحفيز أصلا للشخص ان هو يبقى عايز يظبط حياته، عايز يظبط لبسه، عايز يظبط حجابه، عايز يظبط صحبته، كل ده علشان نخش الجنة. وكل حاجة ليها درجة طبعا، فاحنا ليه نسعى لحاجة تحت واحنا ممكن نبقى في الفردوس؟ علشان كده من أهم الحاجات إن الواحد يتعلم ويحاول يفلتر المحيط اللي هو بيحط نفسه فيه. عايز اقول كمان غير موضوع الفتن اللي كانت ميرنا بتقوله، انه في فتنه زياده في الزمن اللي احنا فيه دلوقتي، وهي العنصريه ضد المحجبات. مش بتكلم بس حتى بره مصر، انا بتكلم حتى في مصر. يعني معظم الوقت لو بنت لابسه حجاب شرعي او لابسه عبايه او نازله بحاجه كده، انا عامه عايزه اقول ان الحاجات اللي كانت بتصعب عليا انا الحجاب كانت ان انا مش مقتنعه انه ليه شروط. يعني عارفه ان احنا هندخل في شروط كمان شويه، بس انا كان بالنسبه لي مثلا لو والله جبتولي 100 حد بيقول ان البنطلونات غلط، او بيقول ان انا بيتكلم عامه في فكره في شروط معينه زي ان هو لازم يبقى لبس واسع وطويل، كنت مش بقتنع خالص. وكان في مخي دايما انه انا ليا ستايل بتاعي ولازم البس الستايل اللي بيعبر عن شخصيتي، والفكره دي كانت جوه مخي قوي. فانا ببني لنفسي شخصيه على اساس حاجه معينه اتزرعت فيا، فانا حباها، فانا عايزه ابقى زيها وبحاول اوصل للحاجه دي. فمن الحاجات اللي كانت بتصعب عليا اني البس حجاب صح كانت ان انا مقتنعه ان في يعني فاشن ترندز معينه انا لازم اتبعها. فدي مشكله ان الشخص في الاخر بيتبع حاجه غير احكام ربنا. بجد انا فاكره كويس جدا، انا كانت فتره عماله اقول لنفسي لو كان بس حد قال لي ان ده غلط كنت بطلت اعمله، بس انا بفتكر طب ما انا كان ناس بتقول ان هو غلط بس ما كنتش بقتنع.
او كنت في مخي ده شخص متشدد او ده شخص بعيد جدا او مش شخص في النص. فالفكره انه احنا محتاجين النهارده، احنا عايزين نتكلم في الشروط شويه بسيطه، وعايزين برضو نتكلم في التجارب الشخصيه بتاعتنا. انا اللي لاحظته ان كل ما الشخص بيتنازل، او انا شخصيا كنت كل ما بتنازل في حاجات معينه في الحجاب كل ما كنت ببعد اكتر. لو الشخص مش بيقرب اكتر وبيحاول يشوف هيقرب لربنا ازاي وهيحسن علاقته مع ربنا ازاي، مش هيعرف يقرب، يعني مش هيعرف يحسن حجابه، مش هيعرف يحسن الصلاة بتاعته، ومش هيعرف يحسن علاقته مع ربنا. احسن طريقة ان الشخص يبدأ يحب الحجاب والموضوع يبقى أسرع عليه ان هو اصلا يملأ قلبه بالإيمان ويبقى عارف الجنة دي فيها ايه، عشان هيلاحظ انه اقصى جمال ممكن توصلي له في الدنيا مش كفايه اصلا، مش هيبقى fulfilling، مش هيبقى يعني بيبسط الشخص على اخر حاجه. انا ده اللي انا في الاخر يعني صبرت نفسي بيه، اللي هو عادي احنا هنعمل الصح دلوقتي وهنلبس الصح، وان شاء الله في الجنه بقى مش هيبقى فيه احكام، مش هيبقى فيه حلال وحرام، كل واحد بيعمل بقى هيبقى شكله احلى حاجه في الدنيا يا رب. حته فكره ان مثلا يارا كانت بتقول انه هي كان في حاجات مثلا هي مش انها مش مقتنعه بيها، بس هي نفسها او هواها رفضه، وده طبيعي. وعلى فكره اصلا الهوى الست الزينه، عشان كده اللي هو الحديث المعروف قوي اللي هو حفت الجنه بالمكاره، ان عشان حد يخش الجنه ويبقى يتزين بقى. واصلا كميه الايات يعني لا تعد ولا تحصى في القران عن الحلي، يحلون فيها أساور من ذهب ولؤلؤا. في مواضيع كتير جدا في القرآن ربنا بيتكلم فيها عن الذهب واللؤلؤ والحاجات اللي هي أصلا حرير ولبس وسندس واستبرق. كل دي حاجات أصلا يعني البنت بتحب قوي الحاجات دي. واصلا معظم الوقت لما هنقعد مثلا قعده بنات ونقعد نقول مثلا احنا نفسنا في ايه في الجنه، عمر ما حد هيجي يقول والله انا نفسي مثلا في عربيه جي كلاس. ما حدش اصلا هيفكر في حاجه زي دي. اول حاجه هتيجي في بالنا انا هلبس براحتي، انا هقول لربنا انا عايزه شعري مثلا النهارده طويل، انا عايزه البس دريس، عايزه البس طبعا يعني الجنه فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. بس انا عجبني قوي حته ان يارا ومعظمنا ان شاء الله يعني اللي هو بيجي حته كده وفجاه اللي كان مستصعبه ربنا فتح له فيها، علشان بس هو عمل حاجه خير، هو ما كانش عارف هو عمل ايه بالظبط وربنا فتح له الفتح ده. ففي انا بجد بحبها قوي قوي اللي هي سوره العنكبوت، ربنا بيقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. فكره ان ربنا هيفتح لك فتح انت مش عارف هو جه ازاي. ومثلا الحاجات اللي انا كنت يعني انا مثلا بالنسبه لي اتحجبت قبل ما اخش الجامعه على طول، وكان انا بالنسبه لي فكره ان انا لو دخلت الجامعه وانا مش محجبه انا كنت هقع في فتنه كبيره قوي، علشان انا عارفه الجامعه دي جواها ايه. انا عارفه ان انا هخش وهشوف بقى ناس لابسه وشعرها ومش عارف ايه، انا كنت هتاثر جدا جدا بحاجه زي دي. فربنا مثلا لما فتح لي الباب ده، مع ان انا ما كانش في نيتي خالص ان انا اتحجب ولا في بالي، هي كانت حاجه جوه، يعني هي كانت حاجه في عارفين انتوا in the back of your head، يعني حاجه كده في اخر دماغكم كده من ورا، حاجه كده عليها تراب اللي هو انا عاجلا هلبس الحجاب، بس انا ما كنتش عارفه انا هلبسه امتى. فلما ربنا فتح لي ان انا البس الحجاب لبسته ومسكت في الفرصه وما ترددتش لحظه، وكنت فاكره ان انا كده تمام، انا حجابي صح وجميل جدا لحد اما بقى يعني فيما بعد اكتشفت حاجه ورا حاجه اللي هو لا انا مثلا حاجه شائعه جدا بجد، انا حاسه ان معظم الناس مش بتبقى عارفه حاجه زي دي. بس يا جماعه الجزء اللي هو ما بين الشراب وحرف البنطلون الجزء ده بيبقى باين، دي عوره. في ناس كتير قوي مش عارفه حاجه زي دي. مثلا احنا دلوقتي في الصيف فمعظم الناس بتلبس سليبرز او صنادل او كده، يا جماعه الرجل عوره، فيعني في ناس مش بتبقى عارفه حاجه زي دي. فانا مثلا واحده بقيت اتعرض لزي نفحات كده من العلم بالصدفه. فاللي انا عايزه اقوله في الاخر فكره ان لما ربنا يفتح لنا حاجه او يفتح لنا طريق ما نطنشوش، يعني حتى لو هو ضد هواك نقعد نفتكر كل شويه ان حفت الجنه بالمكاره، ان انا لو دي حاجه انا بكرهها فانا عارفه ان دي هتدخلني الجنه. بس ده الكونسبت كله. انا عايزه اقول ان هو بيبقى الشخص عنده اختبار مهم قوي لما بيدرك ان حاجه غلط. يعني ربنا عز وجل عارفين الايه اللي هي وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، مفيش حد هيتعذب او هيتعاقب الا لما تجيله الرساله. الرسول هنا مش شرط يبقى نبي، اي حد بيجي برساله، زي لو حد عادي داعيه او شيخ او كده وصل رساله معينه لحد او حتى صاحبتك، ده كده يعني اقيم على الشخص الحجه خلاص. فالفكره ان الشخص في الوقت ده بيجيله لحظه كده قرار اللي هو
انا محتاجه يا اما اعترف ان ده غلط او انكر ان ده غلط. مش بنقول هيعمل ايه دلوقتي، هو بس ده دلوقتي اول ستيب بتبقى عمل قلبي كده، هو انا محتاجه اعمل ايه. الاسلام معنى ان شخص يبقى مسلم ان هو بيسلم لاوامر ربنا. انا لما ادركت ده كانت حاجه غيرت حياتي فعلا، ان انا محتاجه من جوايا اسلم لربنا، اسلم امري لربنا، ان اي حاجه ربنا عز وجل قال انها غلط اعترف انها غلط. اللي كنت بعمله زمان كان انا بنكر انها غلط اصلا، يعني كنت مش بعتبر ان الشيوخ والدعاء بيقولوه ان هو حاجه انا محتاجه امشي عليها. كنت بحس ان انا رايي احسن منهم، مش عارفه على اساس ايه. يعني انا مش عارفه على اساس ايه كنت مقتنعه ان هم بيأفوروا الموضوع او بيشددوا الامر او كده. بس هو الحقيقه ان الرساله هتوصل لكل حد عنده اختبار صعب قوي، بس هو اول ما بيقرر ان هو يسلم لربنا الموضوع بيبقى خلاص سهل. مش عارفه ازاي. انا بحس الحوار ده مهم قوي علشان في المسكونسبشن او المفهوم المغلوط بتاع انه لو انا لسه صغيره فعادي ابقى مش محجبه. يعني احنا يعني انا كساره مثلا لما اتحجبت كنت لسه برضو زي ما انا كنت لسه ما دخلتش جامعه، وكنت عارفه ان انا لو نزلت جامعه من غير حاجه ما كنتش هتحجب. يعني انا خدت الخطوه من باب ان انا عايزه اضمن نفسي من الاخر، يعني عشان عارفه نفسي. بس انا كان دايما عندي فكره ان انا لسه صغيره، مع ان احنا عارفين احنا بنبدا التكليف بيبدا علينا من امتى. بس اللي كان بيرعبني ان انا عايشه وعارفه ان انا عدات السيئات شغال معايا. يعني فكره ان انا كل يوم ماشيه في الشارع عادي ما بعملش اي حاجه، انا بس ماشيه، نزلت من بيتنا خلاص انا كده العداد بدا. انا شفت فيديو للموضوع ده يعني جزء من السبب اللي خلاني اتحجب هو فيديو برضو كان لشريف علي. اقسم بالله كنت عيطت من الفيديو بس هو انا عيطت فعلا واتحجبت الحمد لله. بس هو كان بيتكلم من باب الترهيب مش الترغيب يعني. بس وده اللي نفع معايا. يعني انا ساعات بيبقى في يعني حاجه، يعني لا بيبقى في اعمال مش هعرف اعملها غير كده. الحجاب كانت واحده منهم. يعني انا لو ما كنتش خفت ما كنتش هتحجب. ليه؟ علشان احنا موضوع بالنسبه لنا ابسط مما هو عليه. يعني هو الموضوع كبير قوي بس احنا بنصغره. يعني دايما حوار ان احنا نسوي في الحجاب ده بقى عادي، يعني اللي هو عادي انا هتحجب لما اتجوز مثلا او لما اتخرج مثلا او بعد الفرح مثلا، فدي حاجه متعارف عليها. فانا بحس انه الواحد لما يعرف حجم المشكله اللي هو ممكن يبقى فيها، او لما نعرف قد ايه الحجاب ده حاجه مهمه ومحتاجين نركز عليها ومحتاجين نعملها من بدري عادي، مش لما نكبر ولا لما نتخرج ولا حاجه، وقتها فعلا يعني الموضوع بيفرق. علشان فكره ان الواحد يبقى غافل عن ده دي بقت حاجه عادي، وحاجه انا برضو مريت بيها ومتاكده ان كلنا بنمر بيها. يعني فكره ان احنا بنستصغر الموضوع وبنسوفه. حته ان احنا يعني بنصغر الموضوع، اللي هو انا الحاجه اللي غيرت فكري لما استوعبت ان الحجاب هو زيه زي الصلاه، هو فرض زيه زي الصلاه، زي الصوم، زي الزكاه. بس انا قصدي لو انا مثلا رحت قلت البنت اللي هو انت بتصلي، تقول طبعا بصلي زي ما صليش، بس هي مثلا مش محجبه. ففكره ان حد يدرك انه هو الاتنين دول هما نفس الحاجه بالظبط، ان الحجاب مش هي مش درجات في الجنه، هي فكره انه دي جنه او نار. ليه اصلا؟ علشان فكره الفرض، هو الناس بتلخبط فكره انه انا بصلي او لا، اركان الاسلام الخمسه دول اللي لازم اعملهم عشان اخش الجنه. بس هو الدخول الجنه بالفروض وبالسنن اصلا، يعني دخول الجنه بالفروض والسنن. الشخص بيجاهد نفسه قد ايه. ايوه بالظبط، دخول الجنه زي ما هو عمل بس الفرائض. ايوه انا مش قصدي كده، بس انا قصدي الفكره ان الانسان طول الوقت فيه ابتلاءات وحاجات صعبه وفتن بيقع فيها. فانا علشان ادخل الجنه لازم ابقى دايما بحاول ابذل كل اللي اقدر عليه. الحجاب بقى من الحاجات اللي هي تركها معصيه كبيره جدا. يعني هي في الاخر الشخص بيترك فرض حاجه ربنا فرضها عليه، يعني في حاجه ربنا بيقول ده لازم، ده مش اوبشن، ده لازم الشخص يعمله، تركه. وبعد كده بسبب ده في بقى ايه يعني عواقب هو بيأثر بيها او تأثير على المجتمع سلبي. فهو اولا البنت اللي مش محجبه بتأثر على الرجاله والستات، دول بطريقه ودول بطريقه. فهي بدأ يبقى في مشاكل. تخيلوا كل حد ترك فرض من ربنا، فالفساد بينتشر في المجتمع. الرجاله بتتأثر من الستات دي، ان بيبقى في فتنه اكبر هم بيحاولوا يجاهدوها، اللي هي اصلا يعني اختبارهم الكبير في الدنيا بقى بيتضاعف، فبقى عندهم فتن زياده بيواجهوها. والبنات بقى عندنا حاجات اكتر احنا بنقارن نفسنا بيها ومش عارفين نفت ان، فبقى في جهاد زياده.
فالشخص اللي بيلبس حجاب مش احسن حاجه او مش محجب هو بيسبب فتنه في المجتمع. فدي حاجه مهمه قوي. عارفين الايه برضو اللي هي ليحملوا اوزارهم كامله يوم القيامه ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم. يعني الايه دي الحاجه دي مهمه جدا اني ابقى مدركه ان تركي الفرض ده في الاخر بيشجع حد تاني يترك الفرض برضو، علشان انا بقيت جزء من الصعوبات اللي في المجتمع اللي كنا بنتكلم عنها من شويه. انا بقيت بسهل الصعوبات دي، بسهل ان الحجاب يبقى صعب. انا مش هقول حاجه قوي عن الحته دي غير بس ان انا هقول ان ده كمان جهر بالمعصيه. يعني زي ما يارا قال فكره انه ان انا مثلا انا دلوقتي ماشيه، يا ترى كام بنت اتاثرت بيا حتى لو انا على فكره محجبه. انا مش بس بتكلم لواحده مش محجبه، لا، فكره ان اصلا معظم المشاكل دلوقتي بتاعت المحجبات ان احنا بنمشي ورا ترندز وحاجات غلط بتودينا في داهيه. وده كل ده بقى يعني مثلا دلوقتي انا مثلا اتعلمت، واحده مثلا اخترعت حجاب لوس مثلا مبين الرقبه مبين كل حاجه، فالبنت دي مثلا شافها 2 تانيين والاتنين التانيين شافوهم 10 تانيين والعشرة، فكل واحد يعني كل ده بيعد وبيتحط في ميزان سيئاتك. والموضوع ده صعب جدا. فكرة ان انا ابقى ماشية او انا نايمة وفي حد بيعمل، انا نايمة عادي في امان الله وسيئاتي عمالة تزيد وانا معرفش منين. فالواحد لما يروح يوم القيامة هيكتشف المصايب اللي هو عملها عشان هو مشي مثلا في مرة واحدة مثلا لابسة حاجة معينة وهي اتأثرت مثلا بحد تاني، هي بقى دي نايمة ودي ماشية عمالة بصي ده انا اتعلمت مثلا مش عارف ايه يعني من فلانة الفلانية. فنقعد بقى ايه اضعاف اضعاف اضعاف. فكرة ان المجاهرة بالمعصية دي من أسوأ الذنوب، من أسوأ الحاجات اللي ممكن الواحد يقابل بيها ربنا. طيب وبرضو يعني من جهة تانية لو احنا فعلا بنلبس الحجاب الصح، ولو احنا يعني ماشيين في الشارع وفي أثر إيجابي مننا للمجتمع، ده برضو جهر بالطاعة وده مهم جدا. يعني بحس انه اكتر حاجة بتفرق معانا شخصيا لما بشوف بنت بتتكلم عن تجربتها مع الحجاب وتبقى وصلت ما شاء الله لحته كويسه مع حجابها، وبحس انها بتشجع اكتر. وبحس ان انا لما ببقى في مكان البنات اللي فيه محجبه حجاب صح، بحس انها بتشجع اصلا. لما بتكلم مع ناس، لما الناس اللي حواليا وصحابي اللي بختارهم يبقوا فعلا لابسين حجاب صح، انا شخصيا بتاثر. يعني بحس انه لو كلنا خدنا خطوه لقدام محدش هيتضايق. انا دايما بقول كده ليارا برضو، بحس ان احنا لو كلنا كمجتمع احنا كلنا عايزين نعمل الصح. انا متاكده ان انا مفيش بنت مسلمه هكلمها عن الحجاب تقول لي ايه ده، لا انا مش عايزه اتحجب. كلهم عايزين يتحجبوا، هو بس احنا مش عارفين يعني نجتمع على الموضوع ده عشان احنا كلنا بنتاثر وبنأثر على بعض من غير ما ناخد بالنا. بس انا متاكده ان اي حد بيسمعنا دلوقتي عايز يتحجب، هو بس مش قادر ياخد الخطوه، او انت بس مش عارفه عايز تاخديها امتى ولا هتاخديها ازاي. بس هي انا عارفه الاحساس اللي هو دايما احساس الذنب ده اللي هو بيبقى ماشي مع الواحد. بحس ان احنا كلنا بنعدي بالموضوع ده، هو بس ساعات احساس الذنب ده بيروح، ولما احساس الذنب ده بيروح دي بقى بتبقى المشكله. اكتر حاجه بقولها للبنات انه لما الاحساس ده يجي، لما دايما كنا بنتكلم على حوار القطر ده، لو قطر الحجاب ده بيعدي علينا ممكن يعدي مره واحده بس في حياتنا وممكن يفوتنا. فلما يعدي عليك اركبي القطر علشان ما نضمنش ان القطر التاني جاي ولا لا. والقطر ده هو الاحساس اللي انت دايما، انا متاكده ان اللي بيسمعنا فاهم، بس عارفين الاحساس الدافع اللي هو فجاه بيجي لك كده، ايه ده انا محتاجه اتحجب. الاحساس ده كلنا الحمد لله جالنا وتحجبنا بسببه. وعلى فكره هو لما بيروح، لما بتحجب فعلا، لما اتحجبت يعني قال لك بتحجب كاني بتحجب كل يوم، لما اتحجبت فعلا والاحساس ده راح، حسيت ايه ده، هو ايه اللي انا عملته ده. والله قعدت افكر اللي هو ده انا لسه قدامي بقى سنين الجامعه كلها ولسه جواز ولسه مش عارفه ايه، وانا لسه استعجلت واي كان يعني مش هقدر اكذب. الناس اللي حواليا ما كانتش مشجعه قوي الموضوع، يعني وقتها ما كانتش مثلا عيلتي بتشجعني قوي على الحجاب عشان كنت لسه صغيره. صحابي معظمهم ما كانوش محجبات، بالعكس يعني مرنا مثلا واحده من الناس اللي شجعتني قوي على الحجاب، بس اقليه جدا اللي ممكن ياخدكم من ايديكم كده ويقولكم لا هو ده الصح عشان احنا في مجتمع كده. فسبحان الله الاحساس ده لما بيجي، انا لو ما كنتش اتحجبت وقتها مثلا ما اظنش انا كنت اتحجب لحد دلوقتي. فالحمد لله يعني، علشان فعلا يعني الحجاب جهاد بالمعنى الحرفي. انت بتجاهدي نفسك كل يوم والموضوع مش سهل، بس هو صدقوني يعني هو يعني worth it قوي. يعني ايه worth it بقى يعني يستاهل قوي علشان بقى حلقة الجنة، عشان احنا بنقعد نتكلم بقى انا في الجنة
عايزه البس اللي انا عايزاه، وعايزه شعري يبقى مش عارفه ايه. وفي الجنه بقى مفيش اللي هو يعني مفيش شكلي ده بس، يعني انا ممكن ابقى اي حاجه. فهو الحجاب فعلا يستاهل، علشان احنا لما نيجي نتخيل انه الاجر اللي احنا بناخده يعني بعد الصبر ده كله، يعني حاجه اصلا ما نقدرش يعني نتكلم عنها دلوقتي اصلا عشان احنا ما نعرفهاش، عشان ربنا قال ايه، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. انت برضو كنت بتقولي انه احنا بنحس ان احنا معانا وقت وساعات تيجي سبارك وكده. انا برضو مش عايزه الناس تحس انه احنا بنجلامرايز السبارك دي، او اللي هو احنا بنستنين مش هتحجب الا لما يجيلي الاحساس او الدافع اللي بيشدني جدا للحجاب، لان ده مش شرط يجي. هو دي بتبقى ساعات يعني انذار من ربنا، بتبقى ساعات بتيجي بطرق مختلفه، ساعات بتبقى رحمه، ساعات بتبقى اصلا جات للشخص وما كانش واخد باله فعدت، ومش دايما بتيجي تاني. فهو الطبيعي ان الموضوع يبقى صعب، وربنا عز وجل بيقول لنا في القرآن وهديناه النجدين، اللي هو الطريق الصح والطريق الغلط. طب يعمل ايه انسان؟ فلاقتحم العقبة يعني هو هيبقى الموضوع صعب، وممكن ما يبقاش اصلا حاسس بحاجه شداه قوي، هو محتاج يعملها حتى وهي صعبه. الخطوه بتاعت انا بقتحم العقبه يعني حاجه صعبه، اللي عارفين اوبستكل كده. فهو ده ان انا الحجاب صعب، يقتحم وبقى ما يفكرش كتير، ما يسحلش نفسه. ليه بقى؟ ان الشيطان بيعمل العكس. عارفين بقى الشيطان هو يعيدهم ويمنيهم. يعني ايه؟ يعني بيقعد يقول لهم لسه معاك وقت تحجبي، زي ما كانت ساره بتقول هتحجب لما اتجوز، او هتحجب بعد مش عارف ايه، او هتحجب بعد كذا. مين قال ان احنا هنعيش كل ده؟ كان مش فاكره مين كان بيقول جمله اثرت فيا قوي، ان الحياه برضو عشان انت بتقولي الاكزامبل بتاع القطر ده افتكرته. الحياه عامله زي القطر، وكل شويه بتقف وحد بتبقى دي محطته خلاص هينزل. احنا مش عارفين مين اللي هينزل المحطه الجايه يعني، بس هو كل محطه في حد بينزل، هو لازم حد هيموت طول الوقت. احنا ايه اللي بيخلينا حاسين ان احنا دورنا مش دلوقتي؟ هو ده بقى وغركم بالله الغرور. يعني الغرور ده اسم الشيطان، ان هو بيعدكم وبيمنيكم. عارفين في سورة الإسراء ربنا عز وجل بيقول ايه؟ وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. يعني خدعة الشيطان ان هو بيكذب علينا، بيحسسنا انه معاكوا وقت، او بيحسسنا انه الموت بعيد، بس الحقيقة ان ربنا بيقول الموت قريب. هي دي مشكلة، ان الناس بتأخر الطاعة املا في انه انا لما اكبر هعمل كذا. طب ما هو طب دلوقتي يعني في كذا مشكله في ده، ان انت مش مأمور انك تعمل ده لما تكبر، انت مؤمر انك تعمل ده لما الشخص يكبر خلاص يبلغ، هو كده بقى مكلف. فهو لازم دلوقتي حاجات كلها بتنطبق عليك. لو عملتها لما كبرت بس، ده لو بقى ده حصل، عشان اصلا مع الوقت الموضوع بيبقى اصعب. يعني مع الوقت الطاعه لو الشخص مش متعود عليها بتبقى اصعب، وبقت العقبه اكبر. فهو الشخص لازم يعمل حاجه دلوقتي حالا. طب ما عملش بقى الموضوع ده، او عمله لما كبر، طب وانت صغير، كل دي بقى ذنوب علشان تكفر عنها هيبقى موضوع كبير جدا، وعلشان تصلح هيبقى موضوع كبير جدا. وكانت دي كلها حسنات كانت ممكن تعلي أجرك قوي، لأنه أكيد ربنا مش هيساوي بين الشخص البنت مثلا اللي اتحجبت من وهي صغيرة على طول ولبست حجاب صح على طول، وحد أخر الحجاب، أو حد اتحجب غلط. مش هيبقوا أصل مش فير إن هما يتساووا. احنا بنعتبر ان الجنه او في الاخره يلا احنا مسلمين كلنا هنخش الجنه، بس هو الموضوع دقيق جدا. يعني ربنا عز وجل حسابه ما يخرش الميه من هو عدل جدا. عارفين بقى الايات بقى كلها اللي هي ان الله لا يظلم مثقال ذره، او الايه اللي هي فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. يعني المثقال الذره هتتحسب. طيب دلوقتي انا حاسه ان في حاجتين مهمين قوي محتاجين نتكلم عنهم. اول حاجه منى اتكلمت في الموضوع شويه، فكره الترندز، وفكره ان المجتمع اللي حوالينا ماشي اوكي في ناس في بنات محجبه، بس هل ده حجاب صح؟ هل احنا فعلا الحجاب اللي احنا يعني لابسينه ده احنا فاهمين ان الحجاب شروطه ايه؟ شكلنا المفروض يبقى عامل ازاي لما ننزل؟ الطرحه المفروض تبقى عامله ازاي؟ يعني عايزه اعرف يعني ازاي اعرف او ازاي اتاكد ان انا خلاص كده حجابي انا تمام. تاني حاجه، اكيد الموضوع زي ما احنا اتكلمنا من الاول ان هو صعب وكده، فازاي اهون الموضوع عليا؟ يعني بعد ما احقق الشروط دي كلها اكيد مش هبقى بندمج في المجتمع بسهوله، اكيد الموضوع مش هيبقى ده عادي، ده انا حسنت حجابي محدش خد باله مثلا. فازاي بقى اتاكد؟ اول حاجه ان انا شروط الحجاب انا محققاها، خلاص الحمد لله اتحجبت، عايزه احقق شروط الحجاب، وعايزه يعني الموضوع ما يبقاش مهلك ليا، واحاول على قد ما اقدر ان الموضوع اسهله على نفسي. قبل ما نقول الشروط، انا بس عايزه كل حد هو بيسمع الشروط ما يبقاش بيحس هو ده كمان حرام، لان انا كنت بقعد احس كده. فهو محتاجين بس نبقى فاهمين ان هو الهدف انه يبقى صعب الحجاب، واحنا في الزمن اللي الشيطان بجد ابدع في انه يحسسنا انه الحاجات الحرام دي اصلا كل الناس تعملها.
فاحنا هنلاقي ان كل الحاجات اللي بنعملها واللي الناس حوالينا بتعملها هي اصلا حرام وبتديسكواليفاي الحجاب او بتبوظ حاجات فيه. فدي حاجه مهمه قوي ان احنا نبقى مدركينها. اول حاجه. تاني حاجه، من شروط ان عمل بنعمله يقبل ان احنا نتبع السنه. يعني ما ينفعش ابقى مثلا ربنا بيقول لي صلي واصلي غلط واقول هي ليه ربنا مش بيقبل مش هيقبل صلاتي. فلازم نبقى فاهمين ان هو ليه شروط. لو على فكره الشروط دي ما اتعملتش الشخص هيلاقي ان هو اصلا ممكن ما يبقاش بيجاهد زي حد تاني. يعني فين الايكواليتي في كده؟ هو لازم يبقى الجهاد بطريقه معينه، ولازم الشخص هيستحمل ده بانه هيبقى ملاحظ ان هو من القله اللي هيخشوا الجنه. يعني هي دي الفكره. كل الناس بتعمل غلط عادي. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثره الخبيث فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون. يعني خلوا بالكم ان عشان جوابا على السؤال التاني بتاع ساره اللي هو استحمل ازاي، هنستحمل الشروط الجايه دي بان احنا نبقى مدركين ان احنا كده ربنا بيصطفينا. احنا كده من الناس القله اللي بيعملوا الطيب مش الخبيث. ولو اعجبك كثره الخبيث، مع ان الخبيث هيبقى مستساغ عشان هو في منه كتير وناس كتير بتعمله. فاحنا نبقى حاسين انه ايه ده، احنا عايزين نعمل ده عشان نفت ان زي ما كانت ساره بتقول، او نبقى جزء من المجتمع، ما نبقاش الشخص مختلف وباين. بس هو ده اللي احنا عايزينه. احنا عايزين الشخص يبقى مختلف وباين، يبان ان الشخص ده سايب كل الحاجات والترندز وبيجاهد عشان ربنا. هو دي الفكره. الشخص يبقى عايز يبقى من القليلين دول، الناس المميزين دول. طيب من ضمن الشروط اللي هو احنا معظمنا عارفينها يعني أن يكون ساترا لجميع بدن المرأة. والمرأة احنا معروف العورة بتاعتها من أول رأسها لحد رجليها، ده مع الأجانب. تمام. اللي هو شخص هي مش باباها ولا جدها ولا خالها ولا عمها ولا جوزها ولا أبو جوزها كده، يعني مش محرم ليها يعني. تمام. تاني حاجة، وأن يكون فضفاضا لا يصف حجم الجسم. يعني مثلا ما ينفعش ابقى مثلا خارجه يعني حاجه ماسكه وبنطلون ضيق جدا، انا كده شايفه ملامح الجسم، فمش هينفع البس حاجه مبينه لي تفاصيل الجسم، اللي انا عارفه ان دي حجم دراعها كده وحجم رجلها كده يعني انا الحاجات دي المفروض ما تبقاش باينه. تمام. تالت حاجه ان هو ما يكونش شفاف. يعني مثلا ممكن ابقى لابسه حاجه فضفاضه بس مثلا اللي تحتها بيشف، انا شايفه انت لابسه ايه تحت الحاجه دي، ده ما ينفعش. وما يكونش فيه زينه اللي هو انها حاجه تخطف العين. فكره اصلا الحجاب يا جماعه، فكره الحجاب ان انا المفروض ابعد عن انظار يعني عن عيون الناس قدر المستطاع، ان انا ما بقاش شخص الناس كلها عماله تتفرج عليا. هو اصلا ده حرفيا المعنى بتاع كلمه حجاب، ان هو المفروض يحجب الشخص يعني يخبيه. العكس بتاعه ان هو يظهر اصلا، وده معنى كلمه تبرج. كلمه تبرج في اللغه معناها ان الحاجه باينه. عارفين نقول البرج ده بتبقى حاجه باينه من بعيد ومن كل حته، فهو ده معنى الكلمه. التبرج ان هو تبقى حاجه باينه، والحجاب ان هو بيحتجب. يعني في اللغه مثلا كانوا بيقولوا الشخص ده احتجب، يعني راح استخبى حرفيا. فهو ده معناها ان الشخص ما يبانش. زي مثلا في سوره مريم ربنا بيقول على سيدة مريم، بيقول فاتخذت من دونهم حجابا، اللي هو هي بعدت عن القوم بتوعها وبقت قاعدة في حتة بعيد قوي عن ان الناس اصلا تعرف تشوفها. بعدها الشرط اللي بعده مش فاكرة الشرط الكام، بس يعني اللي بعده ان هو ما يبقاش متعطر. ما ينفعش اخرج وانا ريحتي فيها برفيوم، لان دي من الزينة. البرفيوم، الاكسسوارز الضخمة بقى اللي هي يعني في العادي مثلا احنا ممكن حد يلبس خاتم، سلسلة، بس ساعات في اكسسوارز طالعه ترندي قوي الفتره دي، اللي هي الاكسسوارز بقى الكبيره بقى اللي هي اللي بتخطف اصلا العين. فدي حاجه برضو نحاول نبعد عنها. وبرضو فكره انه ما يبقاش شبه لباس الرجال او الكافرات. في حديث اصلا عن موضوع هم اصلا الشروط دي جت منين؟ جت من احاديث مختلفه ومن الايات اللي في القران وكده. ففي حديث معروف يعني عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال صنفان من أهل النار لم أراهما. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما شافهمش في الجنة. واحد منهم نساء كاسيات عاريات. يعني إيه؟ يعني هما لابسين لبس، بس اللبس ده مش بيكسوهم بجد، هو مبين جسمهم، هو بيصف جسمهم. عشان كده شرط مهم جدا 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 من الحجاب ان الحجاب ده يبقى مش بيصف ومش بيشف يعني. وبعد كده ايه؟ مائلات مميلات. يعني ايه مائلات؟ يعني هما منحرفين عن الطريق الصح، ومميلات يعني بيأثروا في الناس، بيخلوهم برضو هما يميلوا عن الطريق الصح.
فدي حاجه مهمه، ان من خلال اللبس ده هم على فكره كاسيات يعني هم مغطيين جسمهم بس هم عاريات، لان جسمهم مش بيغطيهم بجد. الموضوع ده مهم قوي. وبعد كده الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول رؤوسهن كأسمنة البخت المائلة، وده ليها تفاسير كده مختلفة، بس من معناها ان هم بيشدوا الانتباه. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. الموضوع ده مرعب. تخيلوا هم مش هيخشوا الجنة ومش هيشموا ريحتها، يعني مش هيقربوا من الجنة. طبعا يعني العلماء بيقولوا انه لو شخص تاب ان شاء الله الموضوع ما يحصلش، وبرده ده يعني ربنا عز وجل في الاخر هو اللي بيحكم بين الناس. بس الحديث دي والايات اللي في القرآن كلها علشان تحفز الشخص ان هو يقول انا مش عايز ابقى من دول، انا مش عايز ابقى من الصنف ده يعني من النوع ده. في آية تانية في القرآن ربنا عز وجل بيقول وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. لازم الشخص ما يبينش الزينة، يعني الجمال بتاعها ما تبينش زينتها للناس اللي في الشارع إلا ما ظهر منها. وإلا ما ظهر منها دي فيها منها اختلاف، زي إنه هل هو ده اللبس الظاهر يعني اللي هيبان من بره ولا الوش والكفين، فدي فيها اختلاف. وليضربن بخمرهن على جيوبهن، يعني الخمار لازم ينزل يغطي فتحة الجيب اللي هي الحتة من قدام دي والرقبة. هما زمان حجاب الجاهلية كان إن هما بيبينوا رقبتهم وبيبينوا الحتة دي من قدام عشان يلبسوا فيها أكسسوارز، فهو الأمر جه فيها كده. وفي آية تانية ربنا عز وجل بيقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فده ليه؟ ده علشان الشخص لازم يستر جسمه، يعني جسمه ما يبانش فيه تفاصيل الجسم عاملة ازاي، زي ما منى كانت بتقول دراعي قد ايه. غير كده هو فكرة الحجاب انه لازم يخبي ده، هو يحجب ده. وفي آية كمان اللي هي في سورة الأحزاب ربنا عز وجل بيقول وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. معناها ايه وقرن في بيوتكن؟ يعني الشخص ما يبقاش عمال ينزل علشان يبان وكده، لا الشخص ياخد السكينة من بيته. وعامة دي حاجة مهمة جدا، ان البنت احكام الحجاب دي كلها بتمشيش عليها وهي في بيتها وهي وسط النساء وهي وسط البنات، مش بيمشي عليها كل ده. فهي ممكن تبين الزينة بتاعتها براحتها، طبعا بحدود معينة برضو، مبقاش فيه فتنة للبنات. بس يعني وقرن في بيوتكن الشخص ما يبقاش بينزل يعرض نفسه قدام الرجالة وكده. ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. كانت الست أصلا بتعتبر زمان اللي هي ايه حاجة بنستعملها علشان يعني الراجل يتبسط من الآخر. فهو ده معنى الآية دي، ان البنت ما تبقاش أداة بتتعرض أو حاجة بتتعرض للرجالة يعني. فكل الآيات دي في الآخر بتعلمنا انه الحجاب ده ليه شروط معينة. ربنا عز وجل بيقول بخمرهن وجلبيبهن، يعني انتوا متخيلين الاوتفيت كله كده، الطقم كله لازم يبقى واسع، لازم يبقى فضفاض، ولازم فعلا يستر الجسم، يبقى فعلا بيخبي جمال الجسم. هو وعلى فكرة هو ده الجهاد اللي بجد. يعني ممكن الاقي الحجاب الباقي، يعني بنت ممكن تجاهد جدا عشان تغطي شعرها بس لسه في يعني حاجات اكتر الشخص ممكن يعملها. هتحسوا ان ايه طب ما ده كده بعيد جدا، مش مشكله. هو دايما الشخص يحس ان هو بعيد، بس هو بياخد خطوه 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 خطوه. والله انا بجد يعني لو ببص لنفسي من زمان كان مستحيل اصلا البس سكيرت. كان بالنسبه لي اني البس سكيرت دي حاجه من 7 المستحيلات، او البس مثلا فستان او البس دريس، اي حاجه من الحاجات دي كان بالنسبه لي مستحيله. كنت بحس شخصيتي هي بنطلونات جدا ولازم افضل لابساهم دايما. فسبحان الله الشخص انا خدت خطوه صغيره، بدات البس بنطلونات واسعه، فلقيت نفسي ايه ده الموضوع مريح قوي اصلا، وبقيت برتاح اني لو انا مثلا مروحه من الشغل او رايحه الجامعه او كده ابقى حاسه ان انا يعني لابسه لبس مريحني ابقى ماشيه بيه في الشارع. وكل ما كنت بحسن حجابي كل ما ببقى مرتاحه اكتر ومبسوطه ومش حاسه بالذنب. سبحان الله ربنا سهل لي اني اخد خطوات في الحجاب انا ما كنتش متخيله. حتى لو اول خطوه كان فيها جهاد صعب جدا، بعد كده الموضوع ده بقى اسهل بكتير بالنسبه لي الحمد لله. انا برضو حاسه ان ده مهم قوي اللي قلتيه، علشان انا مش عايزه الناس تاخد، او يعني مش عايزه الشروط اللي احنا قلناها دي كلها واللي هو الايات اللي احنا قلناها والاحاديث. انا عارفه الموضوع ممكن يخض، بس الفكره ان احنا بس نبدا زي ما انتي بتقولي، يعني احنا ناخد الخطوه الاولى دي. يعني سبحان الله بحس ان بعدها ربنا هو فعلا اللي بيفتح الابواب زي ما انتي بتقولي. يعني الحديث اللي احنا كلنا عارفينه اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيه من تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا، ومن تقرب الي ذراعا تقربت اليه باعا، ومن اتاني يمشي اتيته هرولا. فسبحان الله احنا بناخد خطوه قليله قوي قوي وربنا بيفتح علينا بخطوه اكبر، بيقربنا اكتر. انا بس عايزه اقول انه يعني انا اول ما اتحجبت مثلا
ما كانش حجاب زي دلوقتي، وممكن في النص ابقى لبست حجاب احسن من دلوقتي عادي، ورجعت تاني وبرجع وبحسن وبرجع وبحسن. وده في نفسه يعني ده في ذات نفسه جهاد. يعني فكرة ان الواحد يتوب، احنا دايما بنتكلم عن التوبة في الصلاة، ان انا مثلا انا عايزة انتظم في الصلاة، او ان انا عايزة اتوب، عايزة ابطل مثلا ذنب معين، ابطل مثلا اسمع اغاني. بس احنا بحس ان محدش بيتكلم قوي في الجهاد بتاع الحجاب كتوبة، عشان انا بحس عادي زي ما الواحد لازم يجدد توبته دايما، وان هو دايما لازم حتى لو رجع خطوة لورا في عبادة، مثلا لو انا بقرا قرآن، بقرا ورد معين وبطلت فترة، لا انا هرجع له تاني. نفس الحاجة مع الحجاب، انا ممكن تيجي عليا فترة ان انا بلبس حجاب صح قوي، وبعدين يعني يحصل اي حاجة لأي سبب ما وابعد شوية، حجابي مثلا ينقص شوية. مش عايزة مش عايزة الموضوع ده يبقى مثلا حاجة تحبط البنت او حاجه، او ان انت تحسي ان انت ايه ده، انا بعدت قوي، فانا خلاص كده مش لازم ابقى محجبه، او ان انا مش هعرف اصلا ابدا واحقق كل الشروط دي فمش هتحجب خالص. لا، هو الفكره في ان احنا فعلا نجاهد نفسنا، وزي ما احنا عمالين نقول، هو الموضوع صعب ومش شرط يجي مره واحده. هو سبحان الله انا بحس في بنات شاطره قوي في الموضوع ده، ان هم فعلا فلقتحم العقبه، هم بيلبسوا الحجاب من الاول صح تماما. وفي بنات لا، في بنات الموضوع بالنسبه لها صعب قوي، فبيقعدوا يجاهدوا نفسهم، يعني يقعدوا شهر مثلا بيلبسوا حجاب حلو قوي، يجي يومين يعني لا. فانا مش عايزه بس الموضوع يبقى محبط، على قد ما انا عايزه ان احنا يعني نركز قوي في قد ايه الموضوع مهم، وقد ايه الموضوع صعب، واحنا محتاجين نبقى مركزين قوي فيه. وبحس اللي بيفرق قوي معايا ان انا اقعد ادعي ربنا ان هو يسهل عليا موضوع الحجاب. يعني سبحان الله بحس الفترات اللي انا بلبس فيها كويس، او اللي انا بجاهد نفسي فيها، بحس ان هي حاجه من عند ربنا فعلا. عشان انا ازاي يوم انا مقتنعه قوي بالجيبه مثلا انا لابساها، وحابه قوي الفستان اللي انا لابساه، ويوم تاني انا كرهاه هو نفس الفستان. فسبحان الله بحس انه دي حاجه من عند ربنا، مش بتحصل يعني في حاجه مننا، مع ان لازم الايام برضو اللي احنا مش حابين فيها الفستان نلبس فستان. بس يعني انا بس عايزه اركز قوي في موضوع ان احنا يعني حتى لو احنا مش محققين كل الحاجات دي، نحاول على قد ما نقدر نجاهد نفسنا كل يوم. والمهم ان الواحد دايما بنقول كده في كل بقى العبادات، ان احنا بنموت، يعني لما نيجي نموت واحنا بنحاول، نموت واحنا بنجاهد، نموت واحنا يعني مجددين التوبه. حتى لو انا مثلا يعني بقت في دماغي بسوف مثلا ان انا احسن حجابي، لا انا هبدا، ومش حتى لو وقعت انا المفروض ان انا ابدا بس. فلو حد مش محجب يبدا بالحجاب، حتى لو الحجاب مش بيرفكت. لو حد محجب يبدا بخطوه، مثلا بدل البنطلون البس سكيرت. مش لازم اللي هو ناخد الستبس كلها مره واحده، ولو خدتي الستبس كلها مره واحده بجد ما شاء الله برافو عليكي. انا بحس ان ده اللي بينفع اصلا مع شخصيات معينه. يعني بحس انه في شخصيات لو ما عملتش كل حاجه بيرفكت مش هتعرف اصلا فاهمه قصدي. انا بحس ان النصيحه بتاعت ربنا عز وجل هي فلاقتحم العقبه دي خلي الشخص ينط نطه كبيره قوي، يبدا يجاهد من حته قريبه قوي اصلا للفينش لاين او الخط النهائي، اللي هو يعني لو الشخص ما عملش كده جهاد بيبقى اصعب. التدريج بيبقى بحس ان هو التدريج حلو، بس هو التدريج يعني يجي بالاقتحام. يعني ايه اصلا؟ يعني الشخص مثلا اكتشف ان في حاجات غلط بيعملها، فهو لما هيقعد مسحول كتير قوي في دماغه هيبقى العذاب بيمط، الجهاد ده بيمط كده. بس هو لو الشخص اقتحم العقبة ولاحظ انه دي مجرد عقبة، انا بعمل ده علشان ربنا، وبيملى نفسه باللي هو انا عايز ادخل الجنة، هيلاقي ان هو اسهل له يقتحم العقبة. وفي الاخر اقتحم اول عقبة، لا تاني عقبة، يقتحم تاني عقبة، بس ما يبقاش قاعد يعني بيجلد ذاته. مش عارفه اشرحها، بس هو قاعد في الحاجه الصعبه، مش عارف يطلع قدام وخايف يرجع ورا، فعمال يطلع خطوه يرجع خطوه، يطلع خطوه يرجع خطوه. فهو كده الوقت اللي بيجاهد فيه بيزيد، بيتعب. فزي ما ساره بتقول دايما فكروا في ان انا عايزه اموت وانا بجاهد. بس اهم حاجه ان الشخص ما يوقفش في حته، لان الشيطان هدفه بيبقى ايه؟ انا هوقفه في حته، هوقف البنت دي في حته معينه وحاسسها ان لا كده كويس، انت مش هتعرفي تاخدي خطوه اكتر من كده، وقفي هنا. فاول ما بدا يحصل والشيطان يقنع البنت ان انت هنا كويس، هتبدا ترجع لورا لازم، لان هي ما بقتش في فورس او ما بقاش في حاجه دافع بتزقها لقدام، وكل المجتمع بيزقها لورا، كل الفتن بتزقها لورا، والشيطان بيوسوس لها ورا، وهوى النفس بيوسوس لها ورا، فهي غصب عنها هترجع.
فهو الشخص يبقى طول الوقت بيقتحم اول عقبه، جه بقى تاني عقبه. هو على فكره ليه شروط كتير وليه في حاجات كتير مختلفه علشان الشخص يبقى دايما بيحاول يطلع لقدام. ده الدليل ان الشخص ده فعلا يدخل الجنه ان شاء الله، ربنا ان شاء الله يجازيه بقى على ده. اما لو اللي هو كان حاجه واحده والحجاب ده سهل وبس حته قماشه نغطي بيها الشعر عادي، كان كل الناس عملتها، ما كانش بقى فيه الامتحان اللي هو ربنا اللي يميز الخبيث من الطيب، ما كانش هيبقى فيه اصلا. هو لازم الشخص يبقى طول الوقت فيه كونستنت باتل كده، طول الوقت بيجاهد مع نفسه، بيطلع اول خطوه بيقتحمها. انا معاكي على فكره في ان هو لا هو ده في الاخر برضو تدريجيا، بس يبقى في كل تدريجه مش بيقعد كتير بيسحل نفسه فيها، بيفكر انا هسلم لربنا وانا هعمل. حتى زي ما تقولي زي انا مش عاجبني الدرس النهارده هلبسه عادي وهو مش عاجبني، لان ده اصلا ممكن يبقى ربنا النهارده خلاني مش عاجبني علشان ربنا يشوف انا هعمل ايه وهو مش عاجبني. بقى احنا مش بنعمل الحاجه او مش بنلبس الحجاب الصح لما يبقى شكله عاجبنا او لما يبقى ترند، لا عادي انا هفضل لابساه حتى لو ما بقاش ترند، حتى لو هتمنع اني ادخل المكان ده او مش ايه مش عايزه ادخله. يعني لازم يبقى الشخص فاهم انه هيواجهه ابتلاءات في الحجاب كتير جدا، وانا عادي هستحملها علشان انا عايزه ادخل الجنه. فالشخص يقول حتى لو مش عاجبني اللبس، حتى لو شكله مش ترندي او مش موضه انا هلبسه، حتى لو مش هعرف اخرج في المكان ده مش مشكله، مش عايزه اصلا اخرج فيه، او عايزه بس مش فارق معايا خلاص، انا عايزه ادخل الجنه اكتر من اني ادخل المكان ده. فالقوه الايمانيه اللي جوه الشخص هتزيد كل ما الشخص يعرف اكتر عن ربنا ويعرف اكتر عن الجنه. هتحسي ان انا مستعده احسن حجابي جدا عادي، ومستعده ان انا اعمل الصح واجاهد واعمل اللي اكتر، ولو انا مش جاهزه دلوقتي ازق هعمل حاجات صغيره واحافظ على قلبي. لان انت لو وقفتي في حته وبتغذي نفسك بحاجات كتير هتلاقي ان انا مش عارفه اصلا دلوقتي بقيت حابه ارجع لورا شويه. فلا دايما احمي نفسك من انك تحبي ترجعي لورا. كويس قوي ان انت اتكلمتي في موضوع القلب ده، علشان الترندز كلنا بنشوفها عن طريق السوشيال ميديا. فانا كنت عايزه اربط يعني آية كانت يارا قالتها، هي اصلا دي الآية المحورية اصلا عن حوار غض البصر، وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن. هي طبعا تفسير الآية واضح جدا، بس انا عايزه اتكلم فيها شويه بطريقه مختلفه. انا حسيتها قوي واحنا بنتكلم دلوقتي فكره انا لما بشوف حاجه، انا القلب ايه اللي بيأثر في القلب؟ اللي انا بشوفه، يعني اللي انا بعرضه على قلبي هو عيني الاتنين، ان انا ده الشباك اللي بيدخل الهواء على القلب. فاحنا اكتر حاجه كل يوم عليها، وكل يوم عينينا بتشوفها، وكل يوم قلبنا بيمتصها، هي الفتن اللي موجوده على السوشيال ميديا. الانستجرام ده هو ما هو الا عباره عن منصه، كل واحد بينزل شكله، كل واحد بينزل اللي حواليه، كل واحد بينزل هيئته، تمام؟ فدلوقتي انا مثلا المفروض احاول اطلع نفسي من الحقبه دي، وان انا اقعد اختار انا عايزه اشوف ايه. لو انا عايزه اتحجب صح، يبقى انا المفروض اعمل فولو للناس اللي هم لابسين حجاب كويس، او مثلا اعمل انفولو للبنات اللي هم لابسين حجاب مش كويس، او مثلا بيحطوا ميك اب، او مثلا هعمل انفولو للبنات اللي هم بيتزينوا بزينه اوفر. او يعني احاول انا في ايدي ان انا اتحكم ايه اللي يخش قلبي، انا اللي بتحكم انا اشوف ايه وما اشوفش ايه. فدي من اهم الحاجات، فكره ان انا بدخل على قلبي حاجه مش هتنفعني، خلاص انا اللي بأهلك نفسي بنفسي. فعشان كده بحس ان اخطر مكان الشيطان بيلعب فيه براحته هي السوشيال ميديا. ان عادي نو ريستريكشنز، اللي عايز ينزل، اللي عايز يحط. بس هي الفكره ان انت بقى ده اختبارك انت، ان انت تتحكمي باللي قلبك يمتصه. فعشان كده يارا كانت بتقول فكره ان انا احمي قلبي من الفتن دي، وان انا اجتهد. انا لما اخد خطوه واحده صغيره، انا مثلا دلوقتي دخلت على الانستجرام وهظبط الدنيا، ده معناه ان دي الخطوه الواحده اللي انا باخدها دي ربنا بعدها الله اعلم ممكن يفتح لي. لو انا مثلا دلوقتي مش محجبه ونفسي اتحجب، هاخد الخطوه الصغيره قوي دي، هي ممكن تبان بجد تافهه جدا، بس دي من اكتر الحاجات اللي غيرت معايا جدا، ان انا بقيت عارفه اتحكم ايه اللي يعجبني وايه اللي ما يعجبنيش. وكتر الحاجه لما بتعرض لما بشوفها هتعجبني. ان انا مثلا بشوف مثلا البنات اللي لابسين حلو في الاول، اللي هو انا بحب قوي البنات اللي حاطين ميك اب ومش عارف ايه ولابسين اللبس بطريقه معينه بتعجبني قوي. لما انا خالفت هوايا وبقيت بقيت اعمل فولو للناس اللي لابسه لبس كويس ولبس مناسب، من كتر ما بقيت اشوفهم بيلبسوا حلو بقيت انا كمان عايزه البس زيهم، انا كمان عايزه البس سكيرتس، انا كمان عايزه البس جاسز. وفكره برضو ان زي ما السوشيال ميديا بتاثر، زي ما الدايره اللي حوالينا بتاثر. يعني انا دلوقتي انا برضو لازم اكتسب الخبره ان انا اعرف انقي صحابي، عشان دول يا اما اللي هياخدوا بايدي نحسن من نفسنا،
ونلبس لبس احسن، يا اما صحبه هتاخدنا 10 خطوات لورا. فانا مهما حاولت اجاهد هحس ان انا يعني بنفخ في قربة مخرومة، عشان انا كل اللي انا بعمله بجد مجهودي دايما بيروح، مجهودي مش عارفة اتبسط بيه، علشان كل ما اعمل خطوة واحدة صح عندي صحابي يرجعوني 10 خطوات لورا. انا فعلا من اكتر الحاجات اللي سهلت عليا اني اعرف احسن حجابي كان اني بدا يطلع لي كتير قوي ناس على السوشيال ميديا حجابهم حلو قوي وبيلبسوا طويل وواسع، وبدات اشوف فيه جمال، يعني بدات ابقى حباه، وربنا يعني عارفين اللي هو انه يقذف في قلب حد حبه، فهو بقيت بحبه جدا، وبقيت اللي هو ما اقدرش اتخيل ان انا البس اللبس كنت بلبسه زمان خالص. ونفس الحاجه الصحاب، يعني كل ما الشخص يحوط نفسه ببنات محجبه وكده هيبقى الحجاب اسهل. اما لو انا الوحيده المحجبه في الشله بتاعتي هيبقى الموضوع صعب قوي، او لو انا كل اللي حواليا مش محجبين وانا مش محجبه هبقى صعب اخد الخطوه قوي، هبقى الوحيده. اما لو انا كل اصحابي محجبين وانا مش محجبه هبقى عايزه اتحجب جدا، ده بيشجع قوي. ف بي سيلكتيف، يعني الشخص يبقى بيختار صحابه بتركيز، لا انا مش هصاحب اي حد، انا هصاحب الناس اللي انا عارفه ان دول ما شاء الله ناس مجتهده تخش الجنه، عشان عايزاهم يشدوني معاهم. وساعات فعلا ممكن واحده مثلا يبقى الشله كلها مش محجبه، وواحده تتحجب، فواحده ثانيه تتحجب تتشجع، وواحده ثانيه تتحجب، فبرضو فكروا فيها انه انا لو حد اتحجب بسببكم دي هتبقى في ميزان حسناتكم ان شاء الله. ففكروا فيها كده ان انا عايزه يبقى ده في ميزان حسناتي، واثر في الناس بطريقه كويسه مش بطريقه وحشه. فزي ما كنا بنقول الجهر بقى بالطاعه، زي ما كنا بنتكلم عن الجهر بالمعصيه، وان انا ممكن بسببي افتن الناس، لا انا ممكن بسببي اشجع الناس انها تلبس حجاب صح واوسع لبسي. كل ما ناس اكتر بتربط الطرحه صح ومبينش رقبتها، وكل ما ناس اكتر بتلبس لبس واسع وطويل، كل ما هيبقى اسهل على الناس، زي ما كانت ساره بتقول، فهيبقوا بيشجعوا بعض اكتر على ده. فعايزين دايما يبقى ده هدفنا، بنملأ قلبنا بالقرآن، بنخلي ان قربنا من ربنا عز وجل ومن القرآن يشجعنا نحسن علاقتنا من ربنا، وده من خلال الحجاب. في ناس كتير بتحس الحجاب ده مش جزء من الطاعة بتاعت ربنا، او دي حاجة بيرسونال او دي حاجة شخصية، بس هي عادي طاعة ربنا زي ما انك بتقول، احنا في الاخر كل واحد فينا عبد، يعني كل واحد فينا هيتحاسب على هو سمع كلام ربنا عز وجل ولا لا. ففكروا في الحجاب كده، لا هو حاجة كريتيكال جدا، هي حاجة مهمة قوي، حاجة بتبين الشخص قد ايه مستحمل ان هو يصبر على المعصية، او قد ايه هو مستحمل ان هو يجاهد هواه علشان ربنا عز وجل. ففي الاخر ان شاء الله انه نعم في الجنه بالجمال بقى المطلق، يبقى شكلنا دايما حلو، بناكل مش بنتخن، مش لازم اعمل رياضه، جلدي دايما بيرفكت مفيش فيه عيوب خالص. انتوا متخيلين ان الست الصالحه في الجنه بتبقى شكلها احلى من حور العين؟ حور العين اللي هم اصلا مش بشر، وبيبقى يعني وصفهم في القران حاجه عظيمه جدا. فتخيلوا انه في الاخر البنت بيبقى شكلها احلى من حور العين، دي حاجه كبيره جدا. يعني جمال ايه في الدنيا اللي ممكن نعمله في الدنيا عشان نوصل للجمال اللي ربع الجمال ده؟ اصلا مستحيل. فهو الشخص في الاخر يا هيتبع هواه في الحاجات دي في الدنيا، واخر حاجه يقدر يوصل لها برضو صغيره قوي، يا هيتبع احكام ربنا ويوصل للجمال المطلق اللي هيرضيه تماما وتقر عينه بيه في الجنه ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.